بصيت على تليفونك، الرسالة اتقرت من ساعتين، مفيش رد، حد فوتك في الأوضة ومكملش السلام، حاسس إنك مش موجود. بس الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. دماغك بيتعامل مع التجاهل ده وكأنه ضرب فعلي مش تشبيه، حرفياً. في سنة 2003 الباحثة نعومي أيزنبرجر عملت تجربة بسيطة. حطت ناس جوه جهاز رنين مغناطيسي وخلتهم يلعبوا لعبة كورة افتراضية مع شخصين تانيين. بعد شوية الشخصين بدأوا يلعبوا مع بعض بس وسابوا الشخص الثالث بره اللعبة تماما. مفيش إهانة، مفيش كلام جارح، مجرد تجاهل. المفاجأة نفس منطقة المخ اللي بتشتغل لما تتدرب جسديا اشتغلت. القشرة الحزمية الأمامية الظهرية، نفس دائرة الألم الجسدي، بتتفاعل مع الألم الاجتماعي. جسمك مش عارف الفرق بين إنك اتضربت وإنك اتجاهلت. ليه دماغك مبرمج كده؟ عشان تفهم لازم ترجع لبعيد قوي، مش لأجدادك اللي عاشوا في مدن، لأجدادك اللي عاشوا من 100,000 سنة لما البقاء كان معلق بحاجة واحدة بس، القبيلة. الباحث كيبلينج ويليامز قضى عقود يدرس ظاهرة اسمها النبذ الاجتماعي. لاحظ إن كل الثقافات من غير استثناء عندها شكل من أشكال العقاب بالتجاهل. النبذ، المقاطعة، المعاملة بالصمت. ليه؟ لأن في عالم أجدادك لو القبيلة نبذتك معناها موت، مفيش طعام لوحدك، مفيش حماية لوحدك. التجاهل كان حكم إعدام مؤجل. عشان كده دماغك ما اخترعش جهاز إنذار عادي للتجاهل، اخترع جهاز إنذار بنفس قوة جهاز الألم الجسدي، عشان الاتنين كانوا بالضبط نفس الخطر، خطر الموت. بس هنا تيجي المفاجأة العكسية. العالم روبن دمبار درس حجم مخ الرئيسيات مقابل حجم مجموعاتها الاجتماعية، ولقى إن مخ الإنسان اتضخم مش عشان نصطاد أحسن ولا عشان نبني أدوات أحسن، اتضخم عشان يتابع علاقات اجتماعية معقدة. مين بيثق في مين؟ مين خدم مين؟ مين ممكن يخونك؟ دماغك بمعنى تاني اتصمم أساسا كجهاز اجتماعي، والصيد والأكل كانوا مجرد نتيجة جانبية. يعني لما حد بيتجاهلك مش بس بتتأذى مشاعرك، قدم جزء في دماغك بيدق ناقوس خطر وجودي بنفس الشدة اللي كان بيدقها لما جدك كان واقف بره الكهف في الضلمة لوحده. بس في فرق واحد بينك وبين جدك. جدك كان فعلا في خطر، انت مش في خطر. الرسالة اللي اتقرت ومترددش مش هتقتلك. الشخص اللي فوتك في السلام مش قبيلة كاملة بتنبذك، بس الجزء القديم في مخك مش بيعرف الفرق ده، لسه بيتصرف وكأنك واقف بره الكهف. المرآة هنا واضحة. المرة الجاية اللي هتحس فيها بلسعة التجاهل اسأل نفسك سؤال واحد بسيط: الخطر ده حقيقي فعلا ولا أقدم جزء في دماغي بيشتغل بإعدادات من 100,000 سنة؟ في أغلب الأحيان هتلاقي الإجابة إنه مجرد صدى قديم مش تهديد حقيقي. عشان كده مرة جاية تبص على تليفونك وتلاقي الرسالة لسه من غير رد، افتكر إن الألم اللي حاسس بيه حقيقي، بس مصدره مش هنا. مصدره قبيلة اختفت من آلاف السنين وانت لسه بتحمل جهاز إنذارها.